السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، انا اليوم غادي نشارك معكم هاد الخص اللي كنقولوا ليه حنا بالشلحه كنديروه ملي كتولد لينا البقره. انا جبت هاد 5 يطرو ديال الحليب عند واحد كيجيبو من العربيه، غادي نديرو في كوكوت ديالي وغادي نغطيو ونحطوه بلاصه اللي غادي يريب فيه. انا حطيته حدا الفران، المهم بلاصه يكون سخونه حتى يريب. انا هدرته فوق العافيه وشعلت ليه جهدت ليه العافيه حتى يطبخ، يبان لكم طالع صافي الطبخ. ونقصوا العافيه وخليوه حتى يطيب مزيان. هذا كنديروه ملي كتولد عندنا البقره في البلاد. كانوا الناس كيجمعوا هذا الحليب، كيجمعوا حتى يجمعوا بزاف وكيطيبوه، كيديروا العصيده وكيعرضوا على الناس، تيديروا بحال السبوع ديال البقره تيولي كيبان لكم بحال هكا. ونقصوا ليه، راه كيبان لكم دابا ملي هذا يطيب. ديروا ليه شويه د الملحه وشويه ديال الزعتر. انا عندي هذا الزعتر كنت غسلته وخليته يكرم، وطفيو عليه وخليوه ما تحركوش. واخا ديروا فوق العافيه ما تحركوش. انا راه لغد ليه هذا الفيديو ديال لغد ليه تا برد، عاد هزيته وحركته. نتوما ما تحركوش. ودابا غادي نديرو العصيده. عندي هنا الذره بيضه، نتوما تبقى على حسب الذوق، جيبوها حمراء ولا. هاد البيضه كنغسلها مزيان ونصحكم جيبوها تكون حمراء كيبان فيها داكشي ديك اللوسخ ديالها، ولا ديو الذره وطحنوها لروسكم. هذه كنت شريتها بحال هكا ولكن فيها بزاف ديال الزبل. الله يهدي مولين هادشي اللي كيبيعوا هادشي، راه كيغشوا كيضحكوا على الناس. شحال حيت فيها ديال الزبل هانتوما كما كيبان لكم. المهم اللي بغى شي حاجه يصيبها لراسو. خصكم تغسلوها مزيان، راه كيكون فيها الزبل مع هي بيضه ما كيبانش فيها داكشي ديال الزبل ديالها، وكيخلطوه معاها اللي والله يهدي العباد. كما كيبان لكم شوف شحال ديال الزبل خرجت منها. المهم كتغسلوها مزيان، تحيدوا فيها هذاك الشيء. وكندير عاوتاني في الصفايه باش نحيد يكون فيها لاط، يكون فيها التراب ولا شي حاجه. المهم انا شاكه فيها. غسلتها مزيان تا ولات كتشعل كما كتبان لكم. ها نتوما شوف شحال ديال اللوسخ جبت منها. كما كيبان لكم ها نتوما كتشوفوا. ايوا واش غدير؟ نص كيلو ديال الزبل وها اللي بقى منها غادي ندير ليها الماء ديالها وغادي نردها باش طيب. بقاو معايا راه يبان لكم كلشي. غادي ندير القياس ديال الماء اللي غطيب فيه. دابا نردها فوق العافيه وغادي ندير لها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، وغادي نسد عليها الكوكوت باش طيب، حيت هو قاصح خصو يطيب مزيان. هيا بعد ما طاب راه رديته في هاد القاميله هادي باش يجيني ساهل ملي غادي نخلطو. يبان لكم طاب مسو غادي تعرفوا واش طاب. عندي هنا الدقيق راه جا معاه حتى هو الدقيق ديالو. كنبقى ندير الدقيق ونحرك، ندير الدقيق ونحرك حتى تجمع ليا ديك العصيده، حتى تولي العصيده مزيانه. المهم كتبان مجموعه راه كما كتشوفوا راه يبان لكم كلشي. هذه راه كنديروها حنا، كيديروا الناس كانوا بكري كيديروا الناس بزاف، كيصيبوها في السبوع ديال البقره الا ولدات عندنا في البلاد. كما كتشوفوا راه كتبان لكم ثقيله. دابا تبقاو تخلطوا حتى الا درتوا ديك
معلقه هكا كتكون واقفه عارفين انها طايبه. دابا غادي ناخذ ادخس ديالنا، راه ما حركتو ما والو حتى لغد ليه كما قلت لكم، غير يريب حطوه فوق العافيه ما تحركوه ما والو. غادي نديرو مع العصيده ديالنا، وكناخذ العصيده ديالي كنديرها في القصعه وكندير ليها هاد اللعيبه هادي الوسط هاد الشكل الجبانيه كيديروها الناس. كانوا يديروا هاد الشكل هذا كيديروا فيها ركان الزيت ملو العسل، كون واحد واش توفر عنده. وحنا في هذاك المناسبه كيديروا فيها هذا خصو كيديروا ليها ركان. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوا مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم وديروا لينا جيم والمتابعه. وشكرا كاع على المتابعين ديالي، واللي دخلوا عندي جداد مرحبا بكم، وتسناو مني الجديد. الى اللقاء.